السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهات المطبخ، بس المره دي بقى مختلف. هنجرب وصفه بس مش بتاعتي. هنجرب النهارده البرجر بطريقه عمر عربي. لو عارفين عمر عربي اللي هو بيعمل عمر في المطبخ، فانا بحبه جدا وبتابعه يعني من ساعه ما بدا. فانا النهارده هجرب البرجر بطريقته وان شاء الله يطلع حلو. خلينا بقى نبدا على طول، بس قبل ما نبدا انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. ما تنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشترك في صناعه المحتوى. ويلا بينا نبدا. طيب بقى نبدا بالمكونات. اول حاجه معانا نص كيلو لحمه مفرومه، بس تكون الدهون بتاعتها قليله. وطبعا بقى شويه الخضار، يعني طماطم متقطعه شرايح، وبصل متقطع حلقات، وبصله كده متقطعه ناعمه، وخيار مخلل برده متقطع ناعم، شويه كده خس كابوتشي. برده محتاجين كاتشب ومايونيز ومستردة وصوص باربيكيو عشان الصوصات وكده. واخر حاجه العيش. بقى نبدا على طول في البرجر، عشان اللحمه هنحطها في الفريزر حوالي نص ساعه كده عشان تجمد. هنجيب اللحمه وهنجيب طبق كده واسع، وهنا قطعت برده شويه اكياس كده، يعني الكيس الواحد اهو مربع كده صغير. حط بين كل برجرايه وبرجرايه كيس واحد، يعني عشان ما يلزقوش في بعض وما يلزقوش في الطبق. وبرده نسيت اقول لكم هنستخدم الغطا دوت عشان نشكل البرجر. هنجيب بقى الغطا كده ونحطه، ونبدا بقى ناخد كور كده من اللحمه. وانا هحاول اعمل برجر رفيع علشان نحط اتنين في البرجر مش واحد. اهو شايفين عامله ازاي. نشيل بقى الكيس كده بالبرجر ونروح رصينه في الطبق. اهو ده شكل البرجرايه الواحده. هنبدا بقى نعمل الكميه كلها بنفس الطريقه. طيب كده عملنا الكميه كلها، نحطها في الفريزر حوالي نص ساعه كده عشان تجمد. طيب حطينا اللحمه في الفريزر، وعقبال بقى ما تتجمد شويه تعالوا نعمل الصوصات. اول صوص هيبقى كاتشب بالبصل. نحط شويه كاتشب كده، يعني شويه حلوين. نحط عليهم شويه بصل ونقلبه بقى. بس ده كده اول صوص معانا كاتشب بالبصل. تاني صوص برده كاتشب، بس المره دي يعني كميه اقل شويه. ونحط عليه مايونيز، ونحط عليه مستردة وده كميه حلوه كده. ونحط عليه بصل مبشور وبرده خيار مخلل مبشور. نقلب برده. وده كده تاني صوص معانا. الصوص التالت مايونيز، بس المره دي بقى كميه اكبر شويه. وهنحط عليه شويه ملح، شويه ملح مش كتير، وشويه بابريكا وبصل بودر وتوم بودر، واخر حاجه شويه بصل مبشور. وبرده نبدا نقلب. نسيت احط باربيكيو صوص، حطيت شويه ونقلبهم برده كده. وده كده تالت صوص معانا. طيب كده بقى عدى نص ساعه واللحمه اتجمدت زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نبدا في تسويه البرجر. طيب تعالوا بقى نبدا في تسويه البرجر. جبت الجريل دوت عشان نسوي فيه. نفتح النار كده وهنحط بقى شويه زيت. نحاول بقى نوزع الزيت كده ايه كل اتجاه، وهنستنى بقى لما يسخن وبعد كده نحط البرجر. طيب كده الزيت سخن، هنبدا بقى نحط البرجر. نروح مسقطينه كده. طيب كده الوش الاول قرب يستوي، هنبدا بقى رشه ملح كده ورشه فلفل اسود ونقلبه. هو ده اللي انا كنت خايف منه، بس مش مشكله، كده كده هيتاكل يعني. نرش برده رشه فلفل اسود ورشه ملح. طيب كده بقى استوى، هنرفع عليه النار. طيب بقى كده البرجر استوى، هنبدا بقى نعمل السندوتش بتاعنا. نقطع العيش بقى كده. طبعا في ناس بقى بتدي تحميصه كده للعيش في السمنه، بس انا ما بحبش اعمل كده يعني، لان هو بيشرب زيت او بيشرب السمنه يعني اللي هو بيبقى فيها. طب بقى نبدا نحط الصوصات. مثلا نحط الصوص اللي عليه المستردة ده، والناحيه الثانيه المايونيز والباربيكيو. كده حطيت ناحيه الصوص اللي هو فيه المستردة، والناحيه الثانيه الصوص اللي هو فيه الباربيكيو. هنبدا برده نحط الخس كده. حطيت الخس. نبدا بقى نحط البرجر، نحط الطماطم. نحط اتنين عشان بحب الطماطم. ونحط البصل وبس كده. ده السندوتش بتاعنا. وانا حاسس بس قبل ما ادوق ان هو ناقصه حاجه، ناقصه الجبنه الشيدر، بس انا بصراحه دخت عليها في السوق مفيش جبنه شيدر شرايح خالص. تقريبا اتمنعت من السوق ولا ايه. تقريبا لفيت على اكتر من 12 سوبر ماركت كبير وهايبر ماركت والحاجات ديت مفيش خالص. فان شاء الله يعني يطلع حلو من غير جبنه. بسم الله. طعمه حلو جدا والملح مظبوط، وبصراحه الصوصات طعمها حلو جدا. يعني ميكس المستردة مع الباربيكيو مع الحاجات ديت مدي اطعم كده مختلف في السندوتش وطعمها حلو. اللحمه بقى نفسها كده جوسي كده ومليانه العصاره بتاعتها. لا بصراحه حلو يعني وعجبني، ومش ناقصه الجبنه ولا حاجه، هو كده حلو. تعالوا بقى ننهي الفيديو. في الاخر بقى يا رب يكون الفيديو عجبكم. انا بصراحه اتبسطت بالفيديو زي ما انتم متعودين ان انا بدخل المطبخ وبجرب حاجات كده يعني ايه بنجرب حاجات حلوه مع بعض. فاتمنى يعني يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. ما تنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى. وبس كده.